كان نفسي اعيش تجربه ان انا اعيش في فرنسا واشوف الثقافه هناك والناس هناك عايشين ازاي. انا اسمي هشام الشيخ، كنت طالب في جامعه الازهر ودلوقتي بعمل ماجستير في الجامعه الكاثوليكيه في باريس. انا درست في جامعه الازهر في كليه اللغات والترجمه قسم الدراسات الاسلاميه باللغه الفرنسيه. بعمل ماجستير في الجامعه الكاثوليكيه في باريس، ورسالتي عن ردود الافعال على وثيقه الاخوه الانسانيه. اخترت الموضوع ده لأن الموضوع ده مهم بالنسبة لنا في الأزهر، ومهم كمان في الغرب هنا في فرنسا. بالنسبة للمنحة، احنا دايما بنعرف عن المنح أو بنسمع عنها على الموقع بتاع المعهد الفرنسي، وبنعرف عنها طبعا برضو من خلال الدكاترة بتاعتنا في الجامعة ومن خلال محيط يعني التعارف بتاعنا في العمل. قدمت للمنحة، عرفت عنها، وبعد كده جيت فرنسا. افضل اماكن بحبها في باريس، بحب جدا لي بارك، حدائق جميله جدا. بحب الاماكن التاريخيه زي برج ايفل، موزي دو لوفر، لا كاتدرال. الاماكن التاريخيه والسياحيه رائعه في باريس. في الحقيقه انا ما سافرتش بره باريس خالص، لكن اتمنى اشوف مدن اخرى في فرنسا زي المدن المشهوره زي ليل في الشمال، زي مارسيليا في الجنوب، زي ليون. طبعا اشهر الاكلات الفرنسيه لاباجيت، الباجيت الفرنسي، يعني طعمه جميل جدا. انواع الجبن كتيره جدا جدا زي روكفور، زي انواع كتيره جدا من الجبن. وفي الفطار كرواسون، لو بان وشوكولا، يعني حاجات كتير مختلفه مش موجوده في مصر. اتعلمت الفرنسية في الكلية، كلية اللغات والترجمة في الأزهر، في جامعة الأزهر، وخدت كورسات في المعهد الفرنسي أيام ما كنت في الكلية أيضا. اشتغلت على نفسي بصراحة كتير في تعلم اللغة. اخترت اللغة الفرنسية لأن يمكن يعني هي أشهر لغة في العالم بعد اللغة الإنجليزية، وحسيت إن في ناس كتير تعرف الإنجليزي، فقلت أختار قسم تاني، لغة يعني موجودة، ممكن يكون ليها مجال شغل، ممكن يكون معروفة، ناس كتير بتتكلم بيها في العالم، فاخترت اللغة الفرنسية. اخترت فرنسا لأن هي مجال دراستي ومجال عملي، وكمان كنت حابب أشوف التعليم بره، وأكتر من كده كان نفسي أعيش تجربة إن أنا أعيش في فرنسا وأشوف الثقافة هناك والناس هناك عايشين إزاي، زي الناس بيبصوا للإسلام، زي الناس بيبصوا لمصر عايشين إزاي.